ببيضاية وكوباية عسل عملت أحلى كوكيز لعيلتي، تعالوا نشوف عملناها إزاي. جبنا بيضاية مع كوباية عسل أسود وضربناهم زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين رحنا جايبين حوالي 125 جرام زبدة سايحة، يعني تقريبا تلت كوباية زبدة، ورحنا مقلبينها زي ما انتوا شايفين قدامكم. جبنا شوية فانيليا صغيرين وقلبناهم، تأكدنا إن هما دابوا كويس مع بعض، وجبت بعد كده كوباية دقيق ونخلتها معاهم، نتأكد إن الدقيق ده يكون صالح لكل الاستخدامات عشان يكفينا، وقلبنا بعد كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين، نتأكد إن مفيش تكتلات معانا حصلت وإن الدقيق بدأ يتجانس. بعد كده هننزل حوالي ربع كوباية دقيق كمان ونبتدي ننخلها عشان نحصل على النتيجة اللي احنا عايزينها. بعد كده هنبتدي نقلبها بإيدينا عشان الخليط يتجانس مع بعضه. زي ما انتوا شايفين بحاول ان انا اكون هادي قوي في التقليب. زي ما انتوا شايفين علامة ان هي تبقى عجينة صح ان هي ما يحصلش فيها تشققات، والعجينة تبقى ناعمة، اقرصها ما يحصلش فيها اي تشققات. زي ما انتوا شايفين كده قدامي العجينة بقت ناعمة جدا. ولاحظوا ان انا حطيت معلقة بيكنج باودر مع الدقيق وانا بنخله. أهو عندي شوية شوكولاتة باقيين، ممكن تجيبوا كسر شوكولاتة، أنا باحب الشوكولاتة البيضا عمومًا، وعملتها زي ما أنتم شايفين كده، وقرّصت العجينة زي ما أنتم شايفينها، وهنبتدي نرصها في صينية خبز مع ورقة عشان ما تلزقش فيها، ورقة زبدة زي ما أنتم عارفين طبعًا. أهو سِبت العجينة تريّح شوية قبل ما أدخّلها الفرن، وبعد كده دخّلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، وبُصّوا بقى العظمة بقت عاملة إزاي. أحلى كوكيز في البيت هتقدري تعمليها لأولادِك عشان رمضان وعشان العزومات، وينفع للشاي بعد الفطار، وكمان ينفع ليوم العيد. وزي ما أنتم شايفين كده طلع أحلى كوكيز في البيت، ما كلّفنيش غير تقريبًا 15 جنيه، الشوية دول بيتباعوا تقريبًا ب70 جنيه برّه. بُصّوا بقى عامل إزاي وناعم ودايب في البُق جدًا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو أنتم بتتابعونا على الفيسبوك.